يا صباح الهنا، يا صباح بركة ربنا الموجودة عندنا في كل البيوت. النهاردة هعمل معاكم العيش الصعيدي وهو العيش الشمسي. وطول ما هو عندنا في البيت بنقول الحمد لله على النعمة الزايدة اللي عندنا في البيت. وطبعا أنا هعملها لكم النهاردة بطريقتي، لأن طريقة العيش الشمسي بتختلف من بلد لبلد ومن قرية لقرية. يلا بينا هنسمي بالله ونعرف أساس العيش الشمسي إيه. أساس العيش الشمسي الخميرة الأم. وإيه هي الخميرة الأم؟ أهي دي، شايفين الكورة دي؟ هي دي الخميرة الأم. بنعملها إزاي؟ بمية ودقيق. طبعا أنا في آخر الفيديو حوريكم إزاي بعملها. في ناس بتعملها طبعا بتجيب مية ودقيق وتعجنها وتعملها بالشكل ده، بس طبعا أنا بعملها من العجان. آخر ما بخلص العجين خالص وقطيع بفرك العجان وبحط فيه شوية دقيق، وأجي على ريحة العجينة اللي كان في العجان هي بتخمر. طبعا دي في الصيف بعد ما بعملها بديها 3 ساعات حجمها تخمر كده وحجمها يتضاعف. طبعا بعد ما بحطها في دقيق، بعد ما بعجنها واكورها احطها في دقيقة ادفيها. تاخد لها في الصيف، خليكم مركزين معايا لان العجين ده بيختلف من الصيف للشتاء. في الصيف بتاخد من 3-4 ساعات الحجم يتضاعف. بعد الحجم ما يتضاعف اجيبها كده وادخلها في كيس ثلاجة وادخلها الفريزر. بعد كده باجي انا لما استخدمها اطلعها واخد منها جزء. طبعا في الصيف انا هاخد الجزء ده كده، ده في الصيف. ليه؟ علشان العيش ما يعطنش معاكي، لازم تاخدي كمية صغيرة. اما في الشتاء بقى علشان الحرارة ضعيفة والشمس ما بتبقاش قوية فحناخدها كلها، علشان دي بتساعدها على التخمير بسرعة في الشتاء. هنيجي بقى هنعمل لها ايه؟ هننزل هنا بشوية مية ولا هنفركها. لما بتحطيها في كيس التلاجة طبعا بتقعد طرية هيك شايفاها بالشكل ده. بس طبعا لو نسيتيها وما حطيتيهاش في كيس ودخلتيها الفريزر مثلا يوم كامل نسيتيها، لا هتبقى معاكي الكفر بتاعها ناشف. لما هتيجي تعمليه كده ما هيطراش معاكي بسهولة. فانت بقى هتطلعيه، يعني احنا ما محتاجينش غير الريحة بس. انا علشان طبعا الخميرة دي طرية معايا وزي الفل، الجزء اللي خدته اهو مش هطلع منيه ولا حاجة، جزء صغير. زي ما قلت لك في الصيف هتاخدي جزء صغير خالص، وفي الشتاء هتاخديها كلها. هنيجي بقى للخميرة البيرة. الخميرة البيرة اللي هي ايه هنعجن عليها دي جايباها ب2 جنيه. انا ما اعرفش انتم ممكن الكمية دي تجيبوها بكام. في الصيف هاخد جزء بسيط، شايفين الجزء ده اهو، ما هاخدش غيره. اما بقى في الشتاء هتاخديها كلها، علشان زي ما قلت لك الحرارة في الشتاء الشمس بتبقى ضعيفة فالعيش بيبقى يعني ساقع، فعايزينه يخمر ازاي؟ هنزود الخميرة الأم دياتي، وهنزود الخميرة البيرة دي. حلو لغاية كده كويسين. هنيجي بقى انا اللي هشتغل النهارده على 12 كيلو دقيق. احنا عندنا بنشتغل بالبركة وعيننا ميزان عشان احنا متعودين عليه. يعني عيننا ميزان ازاي؟ يعني انا بجيب الدقيق كده بالبركة من غير وزن، فبعرف بقى الدقيق دياتي عايز خميرة قد. لكن بس النهارده انا علشان عامله لكم والناس اللي ما عارفاش وبتقول عايزين بالوزن، انا النهارده هعمل 12 كيلو. ال 12 كيلو دول اللي هاخد منهم 2 كيلو فقط لا غير، لا هعملهم على الخميرة دي. طبعا الخميرة دي عندنا ايه بنعجنها من بالليل، لكن انا عندي في الصيف ما بعجنش من الليل، انا بعجن الصبح. بخمر الخميرة دي الصبح علشان ما بزودهاش عن 6 ساعات. انا دلوقتي بعجنها معاكم الساعة 7 الصبح، هتاخد معايا 6 ساعات تخمر. وبعد كده الساعة 1 الظهر لحبتدي أعجن. الساعة 1 الظهر لحبتدي أعجن، لحيكون لها 6 ساعات بالضبط. أما بقى في الشتاء بتخمريها من بالليل، لأني بتحب تاخد وقت طويل، يعني إيه حوالي 10 ساعات، فبتخمريها من بالليل. أما بقى العيش الشمسي بتاعي أنا هو اسمه عيش شمسي، بس أنا في الصيف
ما بحطوش في الشمس. انتوا عارفين ان بيوتنا في الصيف حر، من غير التكييفات ما تستكنش خالص. فانا بأعجن الظهر الساعة 1 الظهر، وبعد كده بأشغل المروحة عليه حوالي 10 دقايق فقط لا غير، على درجة على 3. يعني ايه المروحة تبقى ايه على 3 على وسط لمدة 10 دقايق. بعد كده بهدي المروحة على الآخر على أقل درجة عندك، وأسيبه بقى يخمر في حرارة البيت، على حرارة الجو بتاع البيت، ما بطلعوش في الشمس خالص. أنا دلوقتي إن شاء الله على الساعة 1 الظهر حنعجن مع بعض، ولا حنقطع مع بعض كمان، ولا حتشوفوه مش حطلعه فوق إلا عند ما أروح أخبزه بس. تمام. ده أما بقى في الشتاء كمان، حتى في الشتاء ما بحطوش في الشمس. هتقولوا لي ازاي؟ هقولكم بطجنه. ايه هو التطجين ده بقى؟ بنسخن الفرن، سواء فرن بلدي او فرن حديد، بنسخنها وناجي طافين الفرن، وناجي حاطين العيش فيها بس بالمقارص. المقارص اللي حتشوفوني عاملاها متفلاها ردة وحطها عليها. بطجن العيش فيها. كل ما تبرد الفرن اجي مطلع العيش، اسخن الفرن، اطفيها، ادخل العيش تاني. بالطريقة دياتي بقى بيخمر معايا بسرعة، لان شمس الشتاء ما بتسعفش. ممكن تاخدي نص النهار وانتي حاطة العيش في الشمس، لكن لا، انا بسخن الفرن الحديد او الفرن البلدي اللي عنديكم. انا ما عنديش فرن بلدي، بسخن الفرن الحديد واجي حطها في الفرن الحديد. كل ما الاقي الفرن بردت اجي اطلع العيش من الفرن واسخن الفرن وادخله تاني. بالطريقة دي بقى انا ما بكملش 3-4 ساعات واكون مخلصت الخبيز كله. تمام. اهيكم شايفين انا الدقيق ده اللي بعجن بيه دقيق تومين، دقيق تومين. بس طبعا انا مجربه وخابزه منه قبل كده، الدقيق ده اصفر زي القمح. طبعا لما تيجي تخمر الخميره دي اللي بعمل لك دي اهي دي، بتخمريها لازم تخمريها تبقى ناشفه، علشان لما تخمر تعرف الدقيق ده ياتي مثلا فالت او فيه عرق. الدقيق لو فيه عرق طبعا بيبقى حلو، بيطلع معاكي العيش حلو وشكله حلو، وكمان بيرمي معاكي كتير، يعني بيجيب معاكي عيش كتير. اما العيش الفالت ما بينفعش. انا الدقيق ده دقيق ده تومين، بس ايه اصفر زي القمح ومالك. يعني ايه مالك؟ يعني لا هو معرق جامد ولا هو فالت. فده طبعا انا لما احب اعجنه واخلصه عجين، مش دلوقتي طبعا في العجانه الكبيره بعد 6 ساعات، لا ما حيحبش يترخي، ما حيحبش ارخيه، لا حخليه يعني ايه ماسك نفسه شويه، علشان ده لو انا في التخمير ما يسيحش معاي. ده لو اتكيت عليه في العجين ورخيته لا حيسيح معايا، فمش حيخمر لفوق، حيخمر لتحت، فما حيبقاش الرغيف عالي. لا، يبقى انا لازم اخليه وسط، لا اخليه مرخي ولا اخليه تخين. انتوا طبعا انا رغيت معاكم كتير ولا حتشوفوني، وطبعا عايزه اقول لكم كل شيخ وله طريقه، وانا قلت لكم في بدايه الفيديو كل بلد وطريقتها في العيش الشمسي، وهي دي طريقتي وحتشوفوها معايا. اهي ندرك عملنا الخميره، وادي سمك العجينه، ادي سمك العجين اهو تخين ازاي، وخلصنا منيها كده اهي. اللي حجيب صينيه واغطيها واسيبها 6 ساعات. انا قلت لكم ان درجتي الساعه 7 الصبح، يعني على الساعه 1 ظبط ان شاء الله لحبتدي اعجن اهي. نتقابل بقى ايه بعد 6 ساعات. ادي يا حبايبي رجعنا بعد 6 ساعات، وادي الخميره اللي عجناها مع بعض الساعه 7 الصبح. شايفينها؟ الخميره دي معايا انا مالكه، يعني هي لا فيها عرق جامد ولا هي سايبه، فدي بقى مش هتحتاج مني عصيده. انا بقى لو عايزه لو الدقيق معايا معرق جامد هحط له عصيده، يعني ال 12 كيلو دول هطلع نص كيلو دقيق واغلي لهم ميه واعصر، علشان العصيده بتخلي العيش لغايه اخر رغيف طري. فانت بقى لو ما عايزاش تعصدي له الدقيق اللي هو فيه عرق تحطي له قمح، هتحطي التلتين دقيق تومين والتلت قمح. القمح هيغنيكي عن العصيده، لا هيخلي العيش معاكي طري.
لكن بما ان الدقيق ده بقول لك زي القمح بالظبط، انا مش هحط له قمح، انا عندي قمح، بس النهارده انا حابه اعمله لكم بدقيق التومين. والدقيق دياتي انا جربته بقولكم مش محتاج قمح ولا محتاج عصيده. الشهر اللي فات دقيق التومين كان عندي يعني معرق جامد وما كانش عندي قمح، لكن انا عصبت له فطلع معايا زي الفل. لكن دقيق الصرفيه دياتي لا، ما معرقش، يا دوب مالك بس زي انتم شايفينه نسبة العرق فيه بسيطة، يعني حلو مش وحش. لكن انا ده لا هعصد له ولا هحط له قمح، انا حابه اعمله معاكم بدقيق التومين على طول. وانا قلت لكم طبعا في الصيف هقلل الكميه بتاعت الخميره البيره والخميره البلديه اللي احنا بنعجن عليها، بس نسيت اقول لكم انكم لازم في الشتاء تضاعفوا الكميه. انا قلت لكم هتضاعفوا كميه الخميره البيره، وهتضاعفوا كميه الخميره اللي شفناها مع بعض اللي زي الكوره دي، لكن ما قلت لكمش هتضاعفوا كميه الدقيق. انا دي 12 كيلو قلت لكم عملت 2 كيلو دقيق في الصيف، اما في الشتاء ال 12 كيلو دقيق دول اللي هتعملي 4 كيلو دقيق خميره. لازم تضاعفي الكميه، زي ما هتضاعفي الخميره هتضاعفي كمان كميه الدقيق. اتمنى اني افدتكم. دلوقتي انا اللي هروح بقى للعجين. يلا بينا هنبدا بقى في العجين. اول حاجه هنعملها هنجيب كيس ملح، الكيس ده طبعا بجنيه، اللي هاخد منه ملح على كد العجين بتاعي يعني انا قولي اخدت نص الكيس، واللي هحط فيه كوبايتين ميه وهدوب الملح. طبعا انا لازم تعجن العجين في عجانه واسعه عشان تاخدوا حريتك في العجن، لان العيش الشمسي ده بيحب لت وعجن وخبيط في العجين كتير جامد، يعني ممكن تاخدي ساعه ساعه ونص وتتعجني فيه علشان يطلع العيش معاكي شكله حلو. وهنا انا عندي عجانه حاطه فيها ال10 كيلو دقيق، طبعا غير ال2 كيلو اللي احنا عجناهم في الخميره. لا هنزل هنا بكميه الدقيق دي 10 كيلو دول دقيق تومين ولا هبتدي اعجن. طبعا انا الملح لا هيدوب معايا انا وبعجن، واحط ميه جايبه جرد الميه جاري، ولا هحط الميه معايا بالتدريج ولا هعجن. ولازم الاول العجين هيكون معايا ناشف، ما تقلقيش، هو كل ما يكون ناشف وتعجنيها على الناشف يتملك معاكي اكتر. لازم الميه تنزليها بالتدريج ادي شايفين العجين، ادي اختفى الدقيق نهائي وبملك فيه كويس. شايف تعرف العجينه تملك ازاي؟ من ايدك، لما ايدك تطلع فاضيه ما فيهاش حاجه شايفين جميل ازاي؟ انا دلوقتي هنزل بالخميره بتاعتي اللي انا عجنتها الصبح عليها، ولا هحط شويه ميه بالتدريج، ولا هشتغل عجن فيها لفتره طويله. يعني انا دلوقتي العجين ده انا عجنته في نص ساعه، يعني ممكن باقي العجين اخلصه كمان في ساعه. زي ما قلت لك كل ما تعجنيها اكتر كل ما هيطلع العيش معاكي حلو شكله حلو. شايفين الطبق معايا نظيف معايا ما فيش ولا حاجه العجين. ليه؟ لان العجين ماله، عارفه العجين لو فالت كنت هتلاقي العجان دياتي ملوط عجين مليان عجين هنزل بشويه شويه بسيطه خالص. اوعي تنزلي بميه بكتير علشان ما يعملش معاكي لكك كده، لا احنا عايزينه يكون العجينه بتاعتنا ما فيهاش اي تكتلات. شويه شويه تنزلي بالميه. لازم تخبطي كده في العجين علشان يطلع معاك العيش حلو وشكله حلو. الخبط دياتي كويس قوي للعيش الشمسي. على فكره الميه اللي انا عجنت بيها دي ميه بارده، في الصيف تكون ميه من الحنفيه، في الشتاء لازم تسخني لها ميه. طبعا مش تبقى سخنه قوي لا، بس ايدك تتحملها دلوقتي العيش تمام التمام اللي هنقطعه على طول. طبعا قلت لكم كل شيخ وطريقته بتختلف العيش الشمسي من بلد لبلد. انا دلوقتي اللي هقطعه عندي شويه دقيق هنا
لحد تشوفيني انا ازاي بقطعه. وجايبه هنا المقارص دي، مقارص متفلها رده. المقارص دي بتتعمل عندنا من الكرتون او بتعمل من كراريس المدارس والكتب. عندنا واحده بشغاله وبتعملهم. طبعا انا عندي المقارص دياتي منها كتير، فانا حستخدم المقارص وحستخدم معايا كمان ايه صواني الكيك وصواني البسبوسه. ليه حستخدم صواني الكيك؟ علشان اللي ما عندوش مقارص زي ناس بحري كده ما يوقفوش على حاجه. طبعا المثل بيقول لك الغزاله بتغزل على رجل حمار والخيبه بتستنى النجار. طبعا احنا مش خايبين، فاحنا مش هنستنى المقارص. اللي ما عندوش مقارص يستخدم صواني الكيك وصواني البسبوسه وصواني الشاي. وعندك الاطباق مثلا فتحه كده استخدميها، هترشيها رده وتعمليها. الرده دياتي احنا لما نودي الدقيق الطحون بيعزل الدقيق من الرده، فالرده دي بنستخدمها في تفيل المقارص دي. حلو. دلوقتي انا ايه هنسمي الله وهنبتدي قطيع ادي. بس طبعا انا اللي هقطع 3-4 ترغفه علشان ايه وش العجين ما ينشفش اهو. وهنعملها كده في الدقيق، شويه دقيق كده عندنا، وهكذا نعمل بالشكل ده اهو. وهننزل عليها ايه بالمقارص كده. انا هعمل بالشكل دياتي 4 ترغفه او 5 ترغفه ولا هبططهم. بس طبعا ايه مش هستنى لما الوش ينشف، علشان الوش لو نشف هيبقى مش كويس. ولما هبطط طبعا مش هتك عليه وابططه يعني يفرش معايا، لا انا عايزه العيش لما يخمر معايا ويطلع لفوق يبقى عالي. لكن انا لو بططته جامد لما هيخمر وهيفرش معايا. لكن لا ما تبططيهش جامد. شايفه البطيط اللي انا بططته ده هو دياتي، يعني السمك بتاعه ما يبقاش يعني هابط خالص اهو. بس طبعا كل 4 ترغفه لا هوقف ايدي ولا هبطط عشان وش العجين ما ينشفش. هعمل معاكم كده ايه 2-3 تاني. وانا طبعا على حجم الصينيه او المقرصه على كد الحجم بعمل اهو. شايفين بالشكل دياتي اهو. وطبعا زي ما قلت لكم انا اللي هسيبه يخمر في الضله. يعني عندنا في يعني اللي في الشقه دي اللي هسيبه في شقتها، ما هطلعوش في الشمس. انا اللي هخليه هنا في الضله يخمر في الضله، لان انتوا زي ما عارفين ان ناس بحري دول عندهم العماير عاليه وما عندهم الشمس. لكن احنا في الصعيد عندنا بيوتنا دور و2، ونادر لو لقيتي حد عامل باني مسلح. يعني احنا عندنا في الشارع هنا ما فيش غير شخص واحد بس باني مسلح، فعشان كده تلاقي عندنا الشمس كثيره. فانا عايزه اقول لها ما توقفيش، اخبزي عيش شمسي لو حبيتي يعني تاكليه. فاكرين في بدايه الفيديو ساعه ما عملنا الخميره قلت لكم لحوريكم ازاي بنعمل الخمره البلديه اللي احنا عملنا عليها اللي خبزنا عليها العيش الشمسي. ادي اخر العجانه هتفركي ايدك كده من العجين، وهتفركي العجانه دياتي بشويه دقيق. طبعا على ريحه العجين هتخمر معاكي. هنا بعد ما هنفرك العجانه كده وناخد منها شويه، شايفينها؟ هناخد ايه شويه دقيق من هنا وهنعمل الخمره. هنعملها ازاي؟ اهي هنزل هنا بشويه ميه. في ناس ما بتعملهاش كده، في ناس بتعملها بميه ودقيق من غير ما تفرك العجانه. بس دي احنا بنسميها ايه اللي بيعملوها كده من غير العجانه؟ خمره يتيمه. خمره يتيمه. لكن دي الخمره دي هي دي الخمره الاساسيه اللي احنا بنخبز عليها. لكن اللي بتطلع بعيد من العجانه بتخبزيها تعجنيها على كده بميه ودقيق في طبق مثلا بعيد من العجانه، دي مسمينها خمره يتيمه. لكن دياتي وبتتاخر في الخمران. الخمره اليتيمه دي بتتاخر في الخمران، يعني في الصيف ممكن تاخدي معاكي 10 ساعات. لكن دياتي اللي بنطلعها من العجانه بالكثير 3 ساعات. اللي هنعجنها كده اهي ونملكها كويس، وبعد كده هنحطها في الدقيق. هي على كده خلصت اهي. شايفين الدقيق دياتي؟ شويه الدقيق دول اهم.
لا هقعد املك فيهم كده بالدقيق ولا هحطها في الدقيق واغطيها واسيبها تخمر 3 ساعات كده، وبعد كده اخدها بشويه دقيق واحطها في كيس ثلاجه اهو. اهني غطيتها كده بالدقيق. لا هحطها هخليها تخمر بعد 3 ساعات كده هلاقي الحجم بتاعها اتضاعف. ده في الصيف هتاخد 3 ساعات، لكن في الشتاء هتاخد معاكي يوم كامل. بعد كده لا هتلفها واحطها في كيس وادخلها الفريزر. يوم ما اخبز اطلعها بس يوم ما اعرف نفسي خابزه اطلعها من قبلها من الثلاجه بساعه. يعني مش اطلعها من الثلاجه اعجن عليها على طول، لا اخد ساعه بعد كده اروح اعجن عليها. اهي هي دياتي الخمره. ادي يا حبايبي خلصت قطيع العيش، بسم الله ما شاء الله. ادي وهني قطعت على صواني الشاي وصواني البسبوسه علشان ما توقفيش على حاجه. اهي طبعا العيش ده كتير، يعني هي خبزتي اللي انا بخبزها كل مره، بس طبعا الفرن بتاعتي ما حتشيلوش كله. انا لما اطلع فوق اخبزه باذن الله بعد ما هيخمر، هاخد الجزء اللي انا هخبزه والباقي هسيبه تحت المروحه. لما اخلصه حبقى اطلع، ما ينفعش اطلع على الكميه كلها في الحراره اللي فوق علشان العيش ما يتطرقش معايا. ادي يا حبايبي بسم الله ما شاء الله عيشنا خمر، ده خمران مروحه، وطلعته فوق دلوقتي قدام الفرن، وشغلت الفرن على درجه حراره وسط. يعني انت عارفه فرنه على يعني درجه حراره وسط كده وتشغليها، بس تخلي الفرن تسخن جامد جامد جامد، علشان لما تدخلي العيش الفرن العيش يعلى معاكي ويطلع خفيف. انا خبزت النهارده 26 رغيف. طبعا الفرن مش هتشيله كله، فرني بتشيل 21 رغيف. انا دلوقتي سايبه ال6 رغيفه تحت المروحه تحت، وادي مشغله الفرن، ولا هنرص العيش مع بعض. بس قبل نرص العيش هنجرح العيش. يعني ايه هنجرحه؟ يعني هنجيب ابره او دبوس طرحه، ولا هنجرحه مع بعض قبل يدخل الفرن، ولا هوريكم انا ازاي بنجرحه. شايفين شكل دقيقه التومين حلو ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. الجريح ادي دبوس معايا او ابره خياطه، ولا هناجي كده من فوق كده اهو، ولا هنجرحه. ده بيخلي العيش ايه يتنفس معانا ما يطرشكش اهو، بدل ما يفتح معانا من تحت لا اهو كده. انا هجرح العيش ده كله بالشكل دياتي، ولا هنرصه مع بعض في الفرن. ادي حبايبي جرحنا العيش بسم الله الرحمن الرحيم، وعندنا المطرحه والنار شغاله اهي، ولا هنرص هنا كده في اول رف. بسم الله الرحمن الرحيم. العيش دياتي الخميره اخذت معايا 6 ساعات، والعجين 1.5 ساعة، والتخمير 1.5 ساعة تحت المروحه. هنرص الفرن بتاعتنا كلنا بالشكل كلها بالعيش، هتشيلي معايا 21 رغيف. ادي العيش من داخل الفرن ما شاء الله عليه اهو. والصينيه دياتي اللي انا حطها قدام الفرن علشان الرده تنزل عليها بدل ما تروح على الارض ونستخدمها تاني. ادي شايفين العيش الشمسي بسم الله ما شاء الله. ادي طلع من الفرن حلو من فوق وحلو من تحت اهي. اهم حاجه النار تكون مظبوطه. وادي ده خبيز زي ما قلت لكم، خبيز مروحه. انا ما بخبش في الصيف، ما بخبش، بخمر الصبح واخبز اخر النهار. انا دلوقتي الساعه 4:30 بالظبط، 4:30 العصر بيأذن اهي. يلا عايزاكم تجربوه. طريقه العيش الشمسي سهله وبسيطه. يلا يا حبايبي شايفينه كل تركاته كل حاجه مظبوطه. دلوقتي العيش دياتي اللي هنغطيه هنسيبه بمكانه هو لازم يبرد، ياخد له 6 ساعات او 7 ساعات يبرد. وطبعا هغطيه بملايه واسيبه 6 ساعات 7 ساعات. وبعد كده هجيب اكياس خضار او اكياس سكر، الكياس اللي بنحط فيها ال10 كيلو سكر دي، واجيب واحط فيه عيش وادخله الفريزر. بس طبعا اللي هخلي عندي في المطبخ 7 أو 8 ترغفه
بعد ما يخلصوا لحسب ايه ملي في الفريزر. احنا لازم نعمل كده. طبعا انا دياتي الكميه دياتي 26 رغيف، بخبز زيها في الشهر مرتين بجانب ايه الرز والمكرونه. لكن في عيلات كبيره بتخبز كل اسبوع 50 رغيف و60 رغيف، البيت المليان بسم الله ما شاء الله ناس. بس انا مع الرز والمكرونه بخبز الخبزه دياتي في الشهر مرتين. يلا عايزاكم تجربوا العيش الشمسي، طريقته سهله وبسيطه. ودعوا لي بقى، السلام عليكم.